بكم قناة مطبخ الشام والأناضول. سنعد في هذه الحلقة أحد ألذ الوصفات المشهورة والمحبب في الوطن العربي والعالم، وهي الشاورما السورية بأبسط وأسهل طريقة وبمكونات مميزة ومتوفرة في كل منزل، وأرجو أن تنال إعجابكم. المقادير: كيلو صدر دجاج، ملعقة كبيرة لبن زبادي، ملعقة صغيرة دبس فليفلة، نصف كاسة زيت زيتون، عصير ليمونة واحدة، عصير برتقالة واحدة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة كزبرة، ملعقة صغيرة بصل بودرة، نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض، ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة هيل، نص ملعقة صغيرة قرفة، نص ملعقة صغيرة جوز الطيب ناعمة، نص ملعقة صغيرة قرنفل ناعم، ثوم عدد 4، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل، نصف ملعقة صغيرة فليفلة يابسة، 20 جرام كاجو نية. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع صدر الدجاج إلى قطع، نضع القطع في صينية، في الخلاط نضع لبن زبادي، دبس فليفلة، ملح، كمون، كزبرة، بصل بودرة، فلفل أبيض، بابريكا، هيل، قرفة، جوز الطيب، قرنفل، ثوم، زنجبيل، فليفلة يابسة، كاجو نيو. ثم نخلط المكونات جيداً، ثم نسكب الخليط فوق قطع الدجاج، ونخلط قطع الدجاج مع الخليط قليلاً، ثم نضع صينية الدجاج في الثلاجة لمدة 3 أو 4 ساعات لقلي الشاورما. في وعاء نضع ملعقة سمنة أو زيت أو زبدة على نار عالية، وبعد ذوبان السمنة نقوم بوضع الشاورما في الوعاء الساخن، ونقوم بقليها للوصول للشكل المطلوب، وبعدها نقوم بتدخين الشاورما بالفحم، ثم تلف الشاورما في ساندويش مع المايونيز والمخلل والشطة، ثم نقوم بوضع ساندويش الشاورما في وعاء القلي، ونقوم بقليها قليلا وتقدم. شكرا على المتابعة. أرجو ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ودمتم سالمين.